السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نعمله غدوة سريعة وبسيطة. معايا كده أوراق خليتها كده نص خالية. انتوا عايزين تخلوها كامل اخلوها، عايزين تخلوها بحلقة براحتكم. هنطهرها بقى بملح وفلفل اسود وسماق وجنزبيل وزعتر وبصل بودر ورشة من جوز الطيب ورشة من الزعتر الجاف، بيديها طعم حلو قوي. هتبلها بقى كده من جوه ومن بره وتحت الجلد، وهسيبها كده حوالي 10 دقايق يا دوبك. بس كده التتبيله كده يعني ايه، تختلط مع الفراخ زي ما انت هتشوفها. صينيه بقى على النار، حطيت فيها قطعتين من الزبده ومعلقه كبيره من الزيت. او ما تسخن قوي هنزل كده بالفراخ، ومش هقلبها خالص لما تاخد لون من تحت، وبعد كده هقلبها تاخد اللون من فوق. زي ما انت هتشوفوا كده سهله وبسيطه، ومش هتاخد منكم وقت خالص. وزين عايز يقول لكم حاجه. اعملوا لا. دي طلعت جميلة قوي، واعملوا لايك واشتراك وكومنت. ايه رايكم بقى؟ اه، راي زين طبعا مهم جدا. كده بقى اخدت لون، هقلبها على الناحيه التانيه زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بقى هشيلها في الطبق، وهنزل بقى كده في نفس الصينيه ببصل وطماطميه واحده وقرنين فلفل بقى حامي بارد براحتكم خالص. عندكم فلفل الوان يا ريت تحطوا، بس انا ما كانش عندي ساعتها. وهنزل كده بباقي التتبيله وهخلطهم مع بعض، وهنزل كمان بكميه من البطاطس. هم قالوا عايزين بطاطس، بس البطاطس المفروض كنت احطها لما الفراخ تاخد حوالي كده 3/4 سوا، كنت انزل بالبطاطس. انتوا بقى اعملوا كده يا جماعه. هاخلط بقى الفراخ كده، البطاطس مع الخلطة، وبعد كده هنزل بكوباية من المية السخنة، وبعد كده هنزل بالفراخ زي ما انتوا هتشوفوا، وهغطيها وهوطي النار حاجات بسيطة، مش هخليها واطية خالص. انا هخليها كده وسط. ويعني هي لما تكون عايزة مية تاني هنزل تاني بكوباية من المية السخنة لحد ما تاخد السوا بتاعها كامل زي ما انتوا هتشوفوا كده. بعد بقى ما تستوي هاخد بقى من الصوص كده من فوق الوش، وبعد كده هحطها تحت الشوايه هتطلع مشويه، وطعمها وريحتها بجد هتعجبكم جدا يا جماعه. جربوها وادعوا لي. مع شويه بقى رز، شويه مكرونه، شويه عيش ومخلل، بجد تحفه وخطيره. ويا رب الوصفه تعجبكم.